واحنا ليه دايما مش مصدقين ان احنا نقدر نلعب كوره؟ واحنا ليه دايما مش مصدقين ان احنا نقدر نلعب كوره؟ احنا فرقه كويسه على فكره. وليه اللي حصل في الشوط الاولاني ده اتغير في الشوط الثاني؟ هو اللعيبه ديت مش هي اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني، هي اللي كانت موجوده في الشوط الثاني؟ ولا المدرب ده اللي كان موجود في الشوط الثاني ما كانش موجود في الشوط الاولاني؟ احنا ليه بس مش مصدقين نفسنا ان احنا نقدر نقدم كوره كويسه؟ انا بس عايز اقول لك يا حسام يا حسن كلمتين. انت بتلاعب فريق نيوزيلندا اللي هو اصحاب اطوال واصحاب لياقه عاليه وصحه وقوه بدنيه كبيره، بتلاعبهم بلعيبه اقل منهم في الحاجات ديت، وبتلعبهم في اول 10 دقائق ولا اول ربع ساعه متصربعين على الفوز وجري في الملعب وطق طق طق وتوهه، وكل اللي يمسك الكوره يعملها زي الزنينه يقعد يلف حوالين نفسه. ليه كده؟ ليه احنا ما عملناش زي ما عملنا في الشوط الاول في الشوط الثاني؟ ان احنا مسكنا الكوره وقفنا عليها وبدانا نباصي ونظهر لبعض. هو ده اللعب الجميل بتاعنا. احنا ليه مصممين ان احنا نجريهم في اللياقه والسرعه واحنا مش قدهم؟ وليه نلعب باطوال في الدفاع اقل من اطوال المهاجمين بتاعتهم؟ طب ما احنا عندنا حساب عبد المجيد مثلا، كان ممكن نقدر نخليه يبدا في، يعني بلاش يبدا في الشوط الاولاني، كان ممكن في نص الشوط كده ينزل لما لقيت ان الموضوع هربان منك في اول نص ساعه. الاطوال الناس دي ما بتعلاش عن الارض، لو هم واقفين يا دوبك بس بينط كده لفوق 15 سم 10 سم، بياخد الكره بسهوله من وسط اللعيبه بتاعتهم. انت مش موجود يا كوتش، كنت تايه زي اللعيبه اللي في الملعب، مش موجود. وبعدين انت عندك يعني محمد صلاح ما عادش ينفع يلعب جناح، دي غلط، ده غلط اللي احنا عملناه، احنا لعبناه على الجناح في الشوط الاولاني، لما دخلناه يلعب راس حربه في الشوط الثاني او في نص اللعيبه في نص الجناحين يعني، او يعني صانع العاب، حطيناه في يعني عند قدام الدايره كده وقدام منطقه الجزاء. شفت محمد صلاح عمل ايه؟ هو ده محمد صلاح دلوقتي، لازم نستغله في الحاجات ديت. وعملنا كثافه هجوميه كويسه، بقينا نهاجم باربعه وبخمسه في قلب المنطقه، دي حاجه كويسه. انا مش مصدق ان منتخب مصر شفته اخيرا بيروح كاس العالم ويهاجم. يعني احنا بنعمل كوره كويسه وعندنا لعيبه ممكن تقدم كوره افضل من كده، بس يا ريت ما حدش يدور على مجد شخصي ليه اكتر ما يدور على مجد للمنتخب والبلد. مش بقول لك احنا هناخد كاس العالم او نوصل، يعني على الاقل نوصل لدور ال 16، يعني تنظيم جيد وفكر جيد وصبر على الكوره. لما بدانا ننقل الكوره في الشوط الثاني واحده واحده ونمسك الكوره، هو ده اللي كان المفروض يحصل يا جماعه. احنا لما نلاعب فرقه زي دي لازم نستحوذ على الكوره افضل. احنا كان عندنا نسبه استحواذ حلوه، بس ما كناش بنلاقي بعض في الشوط الاولاني، ولا بنباصي لبعض كويس، ولا بنظهر لبعض. لازم لما نيجي نلعب كوره نلعب كوره حديثه، كلنا مجموعه عمل في الملعب ونشتغل كل 1 3 او 1 2 3 او 1 2، سواء في الدفاع او سواء في الخروج بالكوره او سواء في الهجوم على المرمى. لازم نكون قريبين لبعض كمجموعات عمل في الملعب، وهو ده اللي لما حصل في الشوط الثاني قدرنا ان احنا نكسب 3. يا عم احنا ممكن نوصل دور الثمانيه كمان، يعني ممكن، بس احنا مش فرقه، يعني انا اتفرجت على كل الفرق، احنا فرقه يعني مصنفه، يعني بقت تصنيف كويس على العالم يعني، وفي فرق اقل منك عامله مفاجآت حلوه على فرق اعلى منك. صدقوا نفسكم والعبوا كوره، التزموا بالهدوء والتركيز العالي، وان انتوا تظهروا لبعض في الملعب كويس، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ونعمل حاجه افضل من دور ال 32 باذن الله. ارجو ان محدش يدور على مجد شخصي ليه اكتر من هو يدور على ان هو يبسط الجماهير المصريه المشتاقه للفرحه. كنت معكم محمد حامد في برنامج كوره على الماشي، وممكن بس ما تنساش لايك للفيديو وترشحنا لاخرين ان هم يشوفونا من خلال مشاركتك للفيديو على قد ما تقدر. وشكرا والى لقاء في حلقه قادمه باذن الله. وشكرا والى لقاء في حلقه قادمه باذن الله، وبرنامجكم كوره على الماشي.